السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو مع بعضنا وصفة معجون البرتقال اللي يجي براج وإلا قطع كيما تشوفوا لهنا بطريقة زمنية متاع ناس زمان. ديناها على أمهاتنا. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. إذا أول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لأصحابكم وأحبابكم. إلى طريقة التحضير. انا هنا واش استعملت 3 حبات هذوما تاع البرتقال اللي جاوني ما يقارب كيلو و200 غرام. نحيت منهم الزست بالطريقه هذه. راح نحطه على ديجا عملته في المعجون في الفيديو السابق اللي عملته، حطيته في الكونجيلاتور نخبيه باش نحتفظ به اونكاو نسحق نفوح به، يعني غاتو والا اي حاجه. واش راح نديرو درك؟ وكما قلت لكم دائما الزاز نحيو غير لا بارتي اورانجي، يعني الطبقه البرتقاليه فقط. لهنا انا جبت طنجره حطيت فيها الماء، لما حال جيبوا طنجره ماء اوسع خير. رايحه نحط فيهم كعبات البرتقال ونخليهم يباتوا ليله كامله في الماء هذاك. لازم تغطوهم يعني بالماء وتزيدوا تغطوهم الفوق مليح وتخلوهم ليلة كاملة. إذا مش ليلة كاملة خلوهم على الأقل 4 سوايع، ومرة على مرة بدلوا لهم الماء. نكمل أنا نعمرها مليح ونخليها ترتاح. أنا لهنا عملتها في الليل، وغدوة الصباح من ذاك راح نكمل الوصفة تاعي. ألوغ لهنا في الصباح شوفوا كيفاش الماء تبدل لونه بالطريقه هذه. المراره تاع المعجون تتنحى، ما يجيكش المعجون مر، بس كنا نعرفوا احنا القشره البيضه تعمل المراره هذيك. دونك بالطريقه هذه مش راح يجيك مر حتى طرف. دونك راح نحطهم يسقطروا من الماء هذاك، وبيان سور الماء هذاك راح نبزعو كما راكم تلاحظوا معايا. وش راح ندير؟ راح نجيب طنجرة أخرى وراح نحطهم يغليو في الماء مدة 20 دقيقة، ماشي أكثر من 20 دقيقة. كنت تغليهم 20 دقيقة، من بعد الكعبة تاعك راح يجيوك ما هم شادين أرواحهم. يعني راح نحط لهم الماء ونحطهم على النار ماكسيموم 20 دقيقة، يعني من 15 ل 20 دقيقة. انا نحطهم ومن بعد نرجع لكم. الوغ في لو طون هذاك اللي حطيت فيه الواحد تاعي هنا، وش حنعمل الشحور العسل، يعني اللي باش نطيب فيه البرتقال. عندي 4 كيسان سكر و2 كيسان ماء، وحطيت مغرفة كبيرة تاع الزاز تاع البرتقال، ونصف كعبة الليمون، وحطيتهم على النار. لو طون هذاك انا هنا بعد ما نحيت البرتقال تاعي من الماء بعد مرور 20 دقيقة. لما حل انا مرت لي اكثر من 20 دقيقة، يعني الله غالب. مي انتوما ما لازمش تفوتوا 20 دقيقة. كما تشوفوا قصيتهم براج. راح نحي الوسط هذاك الابيض ونقصهم براج كما رايحين تشوفوا في الفيديو. لهنا انا العسل تاعي قاعد يطيب، نخليه مده 15 دقيقه جوست ما يبدا يعمل لك شكيش، يعني يبدا يبقبق بزاف. راح نرمي فيه البراج هذوما. ما تقصوهمش رقاق بزاف وما تقصوهمش خشان بزاف، يعني كما انا تشوفوا نصف البرتقاله قصيته على 3. كنت قصوهم رقاق ياسر راحين يطيبوكم يتهابوا لكم وما يجوكمش ملاح. كما تشوفوا نحيو جوست الطرف الفوقاني، نقسمه على 2، نحيو الابيض هذاك اللي من الداخل، نقسمه الحبه تاعنا على 3.
لهنا كيما تشوفوا عمل الكشكوشة هذيك. دوكا راح نبدأ بسم الله نحط البراش تاعي وسيسوا على يديكم. بالنسبه لزازة تاع السيترون اللي تاع البرتقال هنا اللي حطيته في الشحور هذا، اللي ما تحبش تعملوا تحطوا في منديله والا هي كومبريس تقفل عليه مليح وتخليه. سامحوني لهنا البورطابل تاعي طاح شارج ما صورت لكمش كي كنت نحي في الكشكوشه هذيك الصفراء اللي تخرج في المعجون، خاطر هذيك هي اللي تفسد لنا المعجون. لهنا بعد ما نحيتها كما تشوفوا لهنا ما عندي حتى كشكوشه صفراء. اذا تحبوا تعرفوها شوفوها في الفيديو السابق تاع المعجون تاع البرتقال العادي. لهنا راح نزيدو غلوه صغيره ونطفي عليه. وقتاش تعرفوه اللي هو طاب؟ كي تشوفوا الحبه تاع البرتقال تاعكم اللون تاعها بدا يغمق، معناها راه تخلوا طياب، خاطر كنت تخلوه يطيب فوق اللازم راح يهبالكم والشحور راح يجيكم عاقد. خلوه يبرد تماما ومن بعديك قدموه كما تشوفوا لهنا في الصور. ان شاء الله مرة اخرى تكون عجبتكم الوصفة والطريقة، وان شاء الله يكون فيديو واضح والشرح واضح، وان شاء الله ما نكون نسيت حتى حاجة. مشاهدة طيبة للجميع، وان شاء الله في فيديو اخر.